السلام عليكم. هذا روتين تحفيزي مع بعض الأفكار والنصائح للتحضيرات المطبخية. اليوم إن شاء الله في بداية النهار أول حاجة درتها أنني حليت النوافذ باش يدخل الهواء النقي والأكسجين الجديد. تاني حاجة عملتها أنا حضرت الفطور هنايا عندي شاي ديال الخروب والبيض المسلوق مع شويه ديال زيت الزيتون والكمون والملحه. من بعد ما فطرت غادي ندير واحد الكاس ديال الحليب. انا الحليب كنعتمد عليه فقط مره في 3 شهور قليل، يعني هذا الحليب بدون لاكتوز. غادي نضيف عليه شويه ديال معلقه ديال الخروب لان بغيت نعمل قهوه الخروب باش نجدد الطاقه والحيويه للجسم ديالي. من بعد ملي غادي نشرب هاد الحليب هذا ونضيف ليه هاد الخروب. بالنسبه لهاد الخروب هذا راني نستمتو حمصتو هذا دقيق الخروب ونستمتو بشويه ديال القرفه وسكنجبير حتى كنسالي فطوري وكنسالي كاع يعني راسي قبل من كل شيء. عاد كنكبو في كاس وكنشربو بحريه وبراحه كنستمتع. قبل ما نساليو في لا فيديو ما تنسونيش من الاشتراك في القناه الى عجبكم المحتوى ولايك وكومنتير. انا عجنت الخبز ديال القمح الكامل، يعني انا غربلته من النخاله. ملي عجنته غادي نكرسو غير في الطاوه مع النخاله. ملي غادي نكرسو غادي نبسط غير شويه، ما غاديش نبسط بزاف لان اول حاجه خصني نديرها هي الخبز. هنا عندي 2 خبزات، كندير بزاف ديال النخاله في الطاوه مع الورق بطبيعه الحال، وغادي نضيف عليها شويه ديال العجين، واحد الكميه ديال العجين اللي غادي تكفيني باش نصنع خبزه تكون كبيره، يعني 2 خبزات كبارين بارك عليا. ملي كنقرصهم كنشعل الفران كيسخن، غادي ندخلو ديريكت غير يسخن الفران مزيان. غادي ندخلو ديريكت هنايا. طيبت الخبز واجد وسريع كيكون ما شاء الله عليه. قطعته بالسكين وطلع يا سلام، الخبز كيشهي شهوة منه. بالصحة والراحة. وإلا بغيتوا الوصفة والطريقة نشاركها معكم في لي كومونتير. هو خبز اسفنجي ورائع جدا. من بعد ما سليت الخبز غادي نغطيه في منديل وندير ليه بلاستيكه باش تحافظ لي على الطراوه ديال الخبز. من بعد غادي نمشي نقطع الكفته. هنا عندي الكفته قبل ما نوضعها في المجمد كنبسطوها بالمدلاك بهذه الطريقه هذه. كنزيد نبسط لان انا دخلتها للثلاجه لان الحال شويه سخون، فخرجتها وفيها شويه ديال الثلج. فانا كنضرب بالمدلاك وكنقرصها شويه هكا، كنبسطها حتى كتكون يعني بالنسبه للسمك ديالها حسب الاختيار ديالكم. ملي كنبسطها غادي نقطعها، غادي ماشي نقطعها غير غادي ندير فيها طراساج بالسكين، طراساج كاروات. غادي نصنع منها كاروات هكا وهي في البلاستيكه ونوضعها في المجمد. وقت ما بغيتها كنحيدها
وكنوضعها في مع الخضار ولا في الشوايه، ولا يعني كندير ليها الاضافات اللي خاصني نديرهم. صافي هكا كتسهل طريقه الاستعمال ديال اللحم المفروم. صافي غادي نوضعها غير في الثلاجه. غادي ناخذ واحد الكميه اخرى ديال الكفته، غادي نضيف عليها شويه ديال القزبور والملحه والكمون، يعني بالنسبه للعطريه على حسب الاختيار ديالكم. انا كنخلطها مزيان شويه هكا وكنزيد نكورها. هنا عندي كيلو ديال الكفته قسمتها على النص، وحده درتو كاروات، وحده غادي نديرو كويرات هكا، كويرات يعني صالحين للطاجين، الهامبرغر، للشوايه، يعني على حساب حريه الاختيار ديالكم. فهذه هي الحيله ديال الكفته اللي انا كندير للحم المفروم، سواء كان ديال الدجاج او ديال البقري، يعني على حساب حريه الاختيار ديالكم. انا عندي كميه كبيره هنايا شويه، كنزيد نكترها، نكور حتى كنسالي ومن التكوار. غادي نوضعها في السبيرة او شي آنية محكمة الإغلاق باش ما يدخلش ليها الهواء، ونوضعها في المجمد. يا اما يكون في المجمد الا بغيتو طيبوا بها الغدا، يعني غدا تقدروا تحتفظوا بها غير في الثلاجه عاديه بلا المجمد. صافي غادي نوضعها في الثلاجه. هنا الشحمه، هنا عندي شويه ديال الشحمه شاطت ليا من كباب، ذوبتها مع القزبور مع شويه ديال القزبور وشويه ديال التوابل، وضعتها في قنينه زجاجيه واحتفظت بها. هنا الغساله ديال الاواني غادي نوضع فيها شويه ديال الملحه، ما ديروش الخل لان شحال من وحده كنشوفها كدير الخل. انا غير غادي نوضع الملحه، وغادي نوضع تقريبا شي 10 د المعالق ديال الملحه. من بعد ما كنسالي كنضغط على الزر وكنخليها تخدم.